كوكو حبيباتي، وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم جيتكم بهذه الوصفه الخطيره تاع التاكوس، يعني تاكوس منزلي والمقادير موجوده في كل بيت. نبداو بالعجينه. 3 كيسان فرينه، نزيد مغرف سكر، مغرف خميره، ومغرف صغيره ملح. نزيدوا 3 مغارف زيت، يعني على حسب كيسان الفرينه، ونبسوا الفرينه تاعنا مليح تدخل فيها هذاك الزيت، يعني نبسوها مليح بيدينا، ومن بعد نطموهم بالماء دافي ولا الحليب. انا اليوم ما كانش عندي الحليب، طميت بالماء دافي، يعني لازم يكون دافي. نشكلوها عجينه هكا نعجنوها شويه ونخليوها ترتاح واحد ربع ساعه ولا نص ساعه. ومن جهه خلاف نجيو نخدموا السكالوب تاعنا، يعني نقطعوا السكالوب تاعنا، نزيدوا عليه فلفل اسود، كمون، يعني كامل التوابل اللي عندنا، فلفل احمر، ونديروا معلقه صغيره خردل وشوي زيت. يعني اليوم حنات لكم طريقه جديده، وهي اني نزيد علبه تاع ياورت ناتور، يعني يجي تاكوس كيما تاع المطاعم ولا خير، ونزيدو شوي زيت. ونزيد هنايا نزيد شويه فرماج رابي نابولي ولا اي فرماج عندكم اللي تستعملوه، ونحطوه في المقلاة على نار هاديه، ونقفلوا عليه ونخليه حتى يشرب لاصوص هذيك تاعو. من جهه خلاف جيت نخدم معاكم هاد صلصه الجبن، يعني اللي ناكلوا بها الطاكوس. هنايا حطيت 3 معالق فرماج وليد، زدت عليهم شوي حليب، 2 سنة ثوم، فلفل اسود، قرصه، يعني ملح ما نكثروش لانه الفرماج داير اصلا يعني في طبعه راهو مالح. نجيب البرا تاعي ونبدا نطلعو تاعنا مليح. نزيد هنا يعني مغرف مايونيز به البنه تاعها تجي هايله، هذا ما كان. يعني اذا عندكم فاني دبشه، يعني تقدروا تقطعوا فيها شويه دبشه، هذا ما كان. وهنا نخليكم مع الصوره، يعني الصوره راهي توضح كل شيء. ونوليو للعجينه تاعنا، يعني بعد ما ريحت وتشوفوها بيان، يعني عاودوا خدموها مليح بيدكم وقسموها. يعني هنايا انا كونت واحد 10 حبات، ولا يعني نتوما كيما حبيتوا الحبات تاعكم، صغار كبار كيما تحبوا. بعد نخليوهم يزيدوا يرتاحوا شي واحد ربع ساعه، ونجي هنايا نورقهم ونبدا نطيبهم في الطاوه تاعي. يعني شوفوا كيفاه جات ناجحه، خير من تاع المحلات. يعني اوراق الطاكوس هادو تقدروا تخدموهم يعني وتخبيوهم، المهم يعني كي طيبوا تحطوهم في نيل ولا به ما يبسوا لكمش، ومن بعد تزيدوا تغلفوهم بمنديل. هذا هو الطريقه تاعكم يعني، وتقدروا تحتفظوا بهم في الثلاجه. دركا بعد ما طيبتهم كامل نجي نخدم الطاكوسات تاعي. اول حاجه الصلصه هذيك اللي كنت خدمتها نطليها على كامل ورقه الطاكوس، ثم نزيد شويه هريسه، ما نكثروش الهريسه، يعني كاين اللي ما يشتوش الهريسه. نزيد السكالوب تاعي اللي طاب معايا فريت، ونقفلهم ونحطهم يطيبوا. نحطهم في هذا الطاجين، انا كنت شريته يعني طاجين تاع حديد، يعني اللي ما عندوش الاخر يعني يقدر يطيبهم في طاوه، يقدر يطيبهم في البانيناز كيما تحبوا. انا هنا هذا الطاجين يعني شوفوا كيفاه جاو معايا، جاو هايلين. يعني حبيت ندير هذه الطريقه تاع الطاكوس للناس اللي ما عندهاش كامل المستلزمات تاع الطاكوس. وهنا شوفوا كيفاه جا معايا، يعني كيما تاع المحلات شكلا وفي البنه، وربي يبارك. يعني حوايج يعني كاينين في كل بيت، تقدري تفرحي بهم ولادك، تقدري تفرحي بهم الضياف تاعك كيما الخاطر، خير ما تشريهم. وهنا زدت معكم الاوردافر خفيفه، يعني مع طاكوس هذا درت شويه اوردافر وحطيت لهم يتعشاو. يعني ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر، فيديو جديد مع وصفه جديده. ما تبخلوش علينا بلي جام وبلي كومونتير تاعكم، رايكم يهمني.